السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو اليوم إن شاء الله هنحل فيه التقييم الأسبوعي والأداء المنزلي والأداء الصفي في مادة المهارات المهنية الأسبوع السادس. قبل البدء في الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب، وننتظر تعليقاتكم. هنبدأ بحل الأداء المنزلي. اختر الإجابة الصحيحة. 1. تعمل السيدة روزوم مورتون ممرضة في قسم نقط. يا ترى القلب ولا الطوارئ ولا الجراحة ولا الأسنان؟ طبعا السيدة روزوم مورتون تعمل ممرضة في قسم الجراحة. 2. يتلقى الممرضون نقط مستمرة في مجال عملهم. يا ترى يتلقى الممرضون مشاريع ولا تدريبات ولا أموال ولا هدايا مستمرة في مجال عملهم؟ طبعا يتلقى الممرضون تدريبات مستمرة. 3. صورت السيدة روزوم مورتون حياتها كنقط أثناء جائحة كورونا. يا ترى كطباخة ولا معلمة ولا ممرضة ولا محامية؟ طبعا صورت السيدة روزوم مورتون حياتها كممرضة. ننتقل إلى حل التقييم الأسبوعي. اختر الإجابة الصحيحة. 1. تعمل السيدة روزوم مورتون في مستشفى بالولايات المتحدة الأمريكية. يا ترى كانت تعمل كمعلمة ولا ممرضة ولا مدربة ولا مربية؟ طبعا تعمل السيدة روزوم مورتون كممرضة في مستشفى بالولايات المتحدة الأمريكية. 2. يقدم الممرضون نقط للأشخاص الذين يحتاجون إليها. طبعا الرعاية الصحية ولا الطعام ولا الأفكار ولا الملابس؟ طبعا يقدم الممرضون الرعاية للأشخاص الذين يحتاجون إليها. 3. تقدم السيدة روزوم مورتون نصائح للشباب لاتباع نمط حياة نقط. يا ترى اتباع نمط حياة صحي ولا سريع ولا بطيء ولا سيء؟ طبعا السيدة روزوم مورتون تقدم نصائح للشباب لاتباع نمط حياة صحي. ننتقل إلى حل الأداء الصفي. نشاط: اكتب في خطوات كيفية تنفيذ الإسعافات الأولية لشخص يعاني من الاختناق لوجود جسم غريب يعيق مجرى التنفس. إذا هنكتب خطوات كيفية تنفيذ الإسعافات الأولية علشان ننقذ شخص موجود في مجرى التنفس له جسم غريب وهو يعاني من الاختناق. الخطوة الأولى: الوقوف خلف الشخص المختنق ووضع اليد حول خصره، ثم رفع المسعف ليديه قليلا لأعلى. الخطوة الثانية: يقبض الشخص المسعف إحدى يديه. 3. وضع المسعف يده المقبوضة أعلى سرة المختنق وإمساكها باليد الأخرى بإحكام. 4. ضغط المسعف بقوة على بطن المختنق بحركة سريعة إلى أعلى كما لو كان يحاول رفعه، وتكرار الضغط أكثر من مرة إذا لزم الأمر. وإلى هنا ينتهي فيديو اليوم. لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب، وننتظر تعليقاتكم. لا تنسونا من صالح لكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.